ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب. معلش احنا غبنا فتره طويله، انقطعنا عن القناه، بس ان شاء الله هنرجع بوصفات كويسه وبحاجات تنال اعجابكم باذن الله. احنا النهارده عندنا طريقه كده للبانيه، هنعملها ونشوف اخبارها ايه. حاجه كده خفيفه سريعه، ممكن تنفع معاكي سندوتشات للمدرسه. لو الاولاد زهقانين من الروتين بتاع الجبنه والبيض واللي احنا بنعمله كل يوم، ممكن تنفع معاكي غدا. ممكن تنفع معاكي وجبة سريعة، سندوتشات لو رايحة النادي، لو رايحة أي حتة. والطريقة اللي احنا بنعملها دي بنقدر نتفادى بيها تحمير البانيه، لأن طبعا التحمير انتوا عارفين لما بيبقى كمية بانيه كتيرة وبتنزل في الزيت بتشرب كمية زيت كتيرة جدا. فطبعا النهاردة هنعمل طريقة كويسة وخفيفة ومقاديرها بسيطة، ما بتحتاجش مكاليف. وبعدين انتوا عارفين ان القناة بتاعتنا بتدعم قد ايه الوصفات السهلة البسيطة اللي مش مكلفة على الأسرة المصرية. فطبعا دلوقتي كلنا عارفين الغلو وعارفين الحاجات بقت غالية قد ايه، وانتي عشان تخشي تعملي أكلة النهاردة بتكلف مبلغ وقدره. فاحنا نحاول نتفادى الحاجات اللي تكلف على البيت أو الأسرة المصرية العادية. بنعمل حاجات بسيطة في نفس الوقت ما نحرمش الأطفال، وفي نفس الوقت بنساعدهم ان هم يغيروا من نفسيتهم، ياكلوا اكله كويسه، ما يحسوش ان هم بياكلوا اكل مجبرين عليه او روتين الاكل اللي كل يوم الناس بتعمله او كل يوم بيتعمل. فقلنا بقى نعمل حاجه خفيفه وسريعه، تنفع معاكي في اي حاجه زي ما قلت، تنفع معاكي في نادي، تنفع معاكي في مدرسه لو الاولاد ضايقوا من روتين البيض والجبنه والمربى وكل ده. تاني حاجة طبعا هو برضو يعتبر ذو قيمة، لأن دلوقتي طبعا احنا عارفين البانيه بقى ب170 جنيه وبقى ب150 جنيه، وأرقام كده بعد ما كان ب70 وكان كده. ربنا طبعا يرحمنا برحمته، الله المستعان. فطبعا احنا عندنا بقى حسب الرغبة، يعني انتي تحطي سمنة، تحطي زبدة، تحطي زيت، بتاع ده زيت ذرة، اللي يريحك خالص. دي ما عنديش اي مشكله، دي حسب رغبتك انتي وحسب اكلك ومذاق اكلك. فاحنا حاطين هنا كميه زيت، زيت ذره، عشان تبقى خفيفه طبعا شويه، وما تعملش برضو ايه اللي هو التقل اللي انتي بتحسي بيه ده. فعندنا كميه زيت حطيناها اهي، وهنحط عليها كميه البصل. عندنا بقى كميه بصل احنا مقطعينها، هنبتدي ننزلها حبه حبه اهو بالشكل ده. نبتدي نحمرها، ما فيهاش اي مشكله، طريقه سهله وبسيطه، وفعلا انت لو جربتيها هتحبيها جدا والاولاد هيحبوها. وزي ما قلت لك كده هتتفادي ان انت تعملي اي حاجه فيها دهون زي التحمير. وفي نفس الوقت برضو احنا يعني زهقنا من البانيه والجو الروتين اللي هو العادي اهو. انزل بكل الكميه معايا. طبعا البصل برضو حسب رغبتك، انت عايزه كميه كبيره ولا عايزه كميه بسيطه اهو. نقلب، نبتدي نقلب لحد ما كله ايه، تحسي كده ان البصل الكميه كلها دخلت في بعضها. ننزل بقيه الكميه برضو. بصي دي ممكن تنفع معاكي على اي حاجه، ممكن تنفع في سندوتشات، ممكن تنفع ان انت تحطيها في رز وتغمسيها كده، يعني تحطيها على الرز. ممكن تنفع في فينو مثلا وجنبها بطاطس وكده. ممكن تاكليها بعيش البلدي، العيش البلدي اللي هو بتاعنا اللي هو الطبيعي ده، ممكن برضو اهو. نبتدي نقلب فيها. بصوا حبايبي انا لسه بقلب فيها برضو، ما زالت على النار. لما تحسي ان هي البصله
لونها دبل، يعني لونها بقى اصفر وهي دبلت. ماشي. ليه بقى؟ عشان ما تحسيش ان هي ليها ريحة، او الولاد مثلا يحسوا ان هي ليها نكهة كده في الطعم. بعض الولاد ما بيحبوش اللي هو البصل في الاكل. يعني بعض الولاد انا بلاحظ ان هم لما يجوا ياكلوا حاجة بيطلعوا البصل او بيقرفوا من منظر البصل او كده. فانت طبعا لو رحتي حطيتي كمية البانيه على البصل على طول، فطبعا دي بالنسبة لهم هتبقى صدمة صدمة زي ما بيقولوا. فاحنا لازم نتفادى اي حاجة الولاد ما بيحبوهاش، لان هم طبعا هم اهم حاجة. يعني احنا مش مشكلة، يعني احنا آه، اكيد لينا ذوق ولينا اختيار ولينا كل حاجة، بس مش زيهم، هم اهم طبعا، لان هم جسمهم محتاج يتبني ومحتاج ياكلوا كويس وكده. فلسه برضو الكمية معانا اهي بنقلب فيها لحد ما نحس ان هي لونها اصفر وهي دبلت. يعني دبلت يعني ايه؟ اللي مش هيفهم كلمة دبلت اللي هو ايه، طريت شوية، طريت البصلة، طريت شوية. انا عايزة اقول لكم على حاجة الصراحة حلوة بصراحة. وانا بقلب كده ومنشغلة في التقليب الكاميرا وقعت، فطبعا الصورة اتهزت. فطبعا انا بقى ايه كده، رحت قافلة ورحت مظبطاها ورحت راجعة تاني بقلب كمية البصل عشان نشوف هتعمل معانا ايه. اي حبايبي، هي لسه معايا على النار كده. بصوا لو تلاحظوا، اقرب لكم الكاميرا شويه، هي ابتدت ان هي بصوا لونها يتغير شويه، تمام، وابتدت ان هي ايه، تطرى شويه. ماشي. انا برضو لسه حطاها على النار وشغاله فيها. بصوا حبايبي، انا معاكم خطوه خطوه، يعني لو تلاحظوا ان انا مش بقفل الكاميرا كتير علشان خاطر تبقوا متابعيني في كل خطوه اكنكم بتعملوها معايا. بس بجد هتجربوها وهتلاقوا طعمها حلو جدا وهتلاقوها مشبعه وكويسه ما فيهاش اي حاجه، وهتحبوها جدا. طبعا بدل السندوتشات اللي الولاد بيشتروها من الشوارع بمبلغ وقدره، اقل سندوتش دلوقتي ب70 وب80 جنيه، وبنسمع عن اسعار خياليه كده. فطبعا محدش طبعا عنده مقدره، مثلا لو كان عندك طفل او 2 او 3، ان انت تجيبي مثلا، لو كنت تجيبي لكل عيل سندوتش، فدي في حد ذاتها مصيبه يعني لو السندوتش ب70 فداخلها في 250 جنيه 3 اطفال مثلا. طب بقية البيت هياكل ايه؟ وبقية اليوم هيمشي ازاي؟ فطبعا الحياة صعبة، فلازم نتحدى الصعوبات، نستعين بالله ونتحدى الصعوبات، ونحاول نعود ولادنا على الاكل اللي هو البيتي برضو، لانه انضف بكتير. انت ما تعرفيش بقى هناك عاملين ايه، طبعا هو ربنا بيحلل لهم رزقهم وما نقدرش نقول حاجة، وربنا معاهم طبعا. بس انت ما تعرفيش هم حاطين ايه، دابين البصلة بايه، المكان نضيف ولا مش نضيف، الخضار غسلينه كويس ولا مش غسلينه. فطبعا ده كل حاجة دي امان ليكي ولبيتك. اي نعم هتتعبي شوية، هتقفي على رجلك شوية، بس التعب مقدور عليه. اهي لسه برضو شغالة فيها اهو. بصوا بقى لونها ابتدى يتغير ازاي. انا عايزه اقول لكم ان انا بجيب البصل الاحمر، لان البصل الاحمر ده جميل جدا وقيمته الغذائيه عاليه فوق ما تتخيلوا. انا كل ما بروح عند بتاع الخضار اشتري مثلا خضاري او اشتري حاجتي، بوصيه ان هو حتى لو مش عنده يجيب لي بصل احمر، لان البصل الاحمر حتى خشوا على النت هتلاقي فوائده اكتر بكتير من البصل العادي الاصفر يعني. اهو بصوا احنا مش هنحمرها اكتر من كده عشان خاطر برضو ما تديش مرارة مثلا، او تدي طعم ايه، يعني انا مش عايزاها حمرا، مش عايزاها مثلا زي بصلة السمك، انتوا فاهمين؟ احنا عاوزينها كده اهو. اهو بصوا بقى عندي هنا ايه، عندي طماطم مقطعة طماطمتين
او 3 على حسب رغبتك، قطع بسيطة او قطع صغيرة. معلش انتوا هتلاقوها قطع كبيرة شوية لان انا تقطيعتي كبيرة، بس يلا هي شغالة وخلاص. اهو دي تاني خطوة، اقوم نازلة عليها اهو بكمية الطماطم اللي عندي، واسيبها برضو تدبل شوية. هتقولي يا ام يحيى دي حاجة بسيطة يعني يعني كلنا عارفين الطريقة دي وكلنا ممكن نعملها، بس برضو في ناس بتبقى يعني ايه غفلان عن الطريقة، تقولك ايه انا احمر البانيه اسهل، انا مش عارفة ايه. لا يعني فعلا هتستفيدي من الطريقة دي، هتستفيدي جامد وهتحسي ان هي اخف بكتير. طيب هنقلب برضو الكمية مع بعض اهو لحد ما احس ان هي هديت اهو. عايزة تحطي برضو صوص طماطم مفيش مشكلة اهو، ممكن تحطي صوص طماطم، بس انا عن نفسي بحس ان صوص الطماطم يعني ايه بيخليها الحاجة تقيلة شوية. بص انا عايزه اقول لكم كمان حبايبي ان انت ممكن تعملي الاكله دي وتحطيها في علبه ومثلا تحطيها في الفريزر، ده انت لو وقتك يعني خلاص ما عندكيش وقت خالص، او ممكن مثلا تحطيها في التلاجة مثلا من تحت، تطلعي حبه بحبه تسخنيهم، او تطلعي حبه مثلا تحطيهم في الفرن او في الميكروويف او على النار مثلا. برضو هتنجز معاكي كتير، تنجز معاكي كتير جدا. بصوا حبايبي كمان انا معايا توابل اهو، دي شويه شطه، وده حبه فلفل اسود، حبه كزبره، كاري، حبه كاري عشان يخلوا ريحه والطعم جميله، وحبه قرفه. انا عايزه اقول لكم لو انتوا جربتوا القرفه على اي توابل حتى لو بنسبه بسيطه مش هتقدروا تسيبوها تاني بجد عن تجربه. والكاري بقى هيديكوا طعم وريحه مفيش بعد كده. اهو بننزلهم كده، نقول بسم الله ونبتدي ننزل برضو ونقلب عادي طول ما احنا واقفين نقلب عشان الكميه كلها تخش بعضها. طبعا في ناس ما بتحبش التوابل الكتيره، انت ممكن تستغني عنها او ممكن تحطي ايه اي حاجه حسب رغبتك يعني. عندنا كمان بقى كميه البانيه اهي، طبعا دي هقطعها قطع صغيره. هتقولي لي البانيه ليه شكله كده غريب ومش عارفه ايه، لان انا البانيه لما بشيله بيبقى شايلاه متبل، بس مش التتبيله الكتيره اللي هي بقى، لان انا حاطه تتبيله اساسا في البصل، بيبقى تتبيله بسيطه، بغسله غسله كويسه وبحطه في مصفى بصفيه طبعا بعد ما بغسله بالليمون وبالخل وبالحاجات اللي هي دي. بغسله غسله كويسه وبحطه في مصفى اصفيه، وبعد كده اتبله، احط له شويه توابل. عايزه بقى تحطي اي حاجه، ممكن تحطي له على فكره نعناع اخضر في التتبيله، شويه كمون، شويه قرفه، شويه اي حاجه، كزبره ناشفه، اي حاجه انت تحبيها بتحطيها في التتبيله وتحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر، برضو ينفعك في اي وقت. بتبقى سريعه بقى جدا ان انت ممكن تعمليه شاورما زي كده، ممكن في نفس الوقت ان انت تعمليه لو عايزاه محمر بتطلعيه وتكسري عليه بيض وتحطيه طبعا في البقسماط او في الفيجيتار حسب رغبتك، كل ده متاح. بصوا انا ههدي النار شويه عشان حسيت ان النار عاليه فهديتها شويه علشان خاطر برضو ايه الحاجه ما تتحرقش مني. هقطع بقى كميه البانيه اللي انتوا شايفينها دي اهي، هقطع الكميه وارجع انزل بيها على الطماطم وهوريها لكم بعد ما اتقطعت. بصوا حبايبي اهو، هبتدي بقى اعلي النار عليها شويه كمان عشان انا كنت وطيتها قبل ما قطعت كميه البانيه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت هعملها
ونسيت كمية الملح. شاطرة يا ام يحيى، شاطرة. يا جماعة ما توقفوش الدنيا على حاجة معينة، مش انا فاشلة، انا مش هعرف اعمل، انا ماليش دور في الحياة. انا كل حاجة خديها بصدر رحب، استعيني بالله وخديها بصدر، مهما كانت مسؤولياتك تقيلة ربنا قادر ان هو يخففها عنك، وبالدعاء وبالاستغفار. عليكم بالدعاء وبالاستغفار. اوقات كتيرة الواحد بيحس ان هو متضايق من ضغوط الحياة، متضايق من اي حاجة في حياته، عليكي بالدعاء وبالاستغفار. حتى وانت بتعملي الاكل ربنا سبحان الله سبحان الله بيسر لك امرك، والحاجه اللي بتلاقيها صعبه وبتاخد وقت بتلاقيها سبحان الله خلصت بسرعه، وأكن لم يكن شيئا خالص. تقولي الله اكبر الله المستعان، على طول تخليها في لسانك. اي حاجه انت شايفه نفسك مش قادره عليها تقولي الله اكبر الله المستعان، لا حول ولا قوه الا بالله. بتوجهي كل حولك وقوتك لله وحده، ان هو يعينك على اللي انت فيه او اللي انت مش قادره تعمليه. فهي كميه البانيه اهي قطعناها. طبعا قطعتها مش صغير، لان لو صغير هتدوب بقى في وسط الطماطم والصوص والحاجات دي. انزلها كده، اقول بسم الله. نزلتها وابتدي اقلبها. انا عايزه اقول لك معلومه، لو الولاد ما كلوهاش تعالوا خبطوا على ام يحيى ادوها لها. الولاد هياكلوها وهيقولوا لك عاوزين تاني، يعني هم مش هياكلوها بس، ده هم يقولوا لك عاوزين تاني. افتكروني بالدعاء بقى اهي. يقول لك بقى الولد يضحك عليكي، طب يا ماما معلش اجيب سندوتش النهارده، طيب خلاص زي صحابي. يقول له ماشي حبيبي مفيش مشكله، من وقت الاخر يعني، بس ما تبقاش دي سمات الحياه على طول. بصوا يا حبايبي، انا بزودها بس نسبه ميه بسيطه جدا جدا، عشان بس ايه البانيه يستوي، لان برضو البانيه يعتبر نسيجه جامد، يعني مش زي اللحمه طبعا، بس يعتبر برضو النسيج بتاعه جامد. هسيبها على النار شويه تاخد وتدي مع بعضها. اي حبايبي لسه بقلب فيها برضو، مستمره في التقليب. عليت النار شويه. انا عايزه بس اوريكم يعني شكلها ومنظرها، انت ما تفرقيهاش خالص عن بره. يعني انا عايزه اعرف بتاعه بره احلى في ايه، ما فيهاش اي حاجه ميزه عن بتاعه بره. نفس التوابل هي بل التوابل انضف، انت بتجيبيها متنقيه ومخلوطه على مزاجك. تاني حاجه الحاجه مغسوله ومضمونه نظافتها. بعدين بقى في حاجه انا عايزه اقولها لكم فاتت عليا، ان انت ممكن بربع كيلو بانيه تعملي الوجبه دي. يعني انت طبعا البانيه غلي واسعاره غليت، عموما الحاجه كلها غليت زي ما قلنا، بس ممكن بربع كيلو بانيه تعملي الوجبه دي، وتعملي لكل طفل حتى لو سندوتش يسد جوعه يعني، ده لو مفيش امكانيه يعني. لكن طبعا لو عملتي محمر بتضطري بقى انك تعملي كميه، وبتضطري زي ما قلت ان هي بتاخد كميه زيت كتيره، يعني مش مشبعه، ومش هتنجز معاكي، وفي نفس الوقت مش هتوفر معاكي بصراحه، يعني بصراحه عن تجربه. اهي بصوا يا حبايبي، لما جيت حطيت الطماطم ما رضيتش اخليها تدوب قوي، عشان اللون الاحمر ده يبقى برضو باين بحلاوته كده، ما يبقاش ايه شكلها ابيض كده او الطماطم دابت فيها فهي ما بانتش. انا هسيبها على النار شويه لحد ما تاخد من بعضها. احاول اشوف لها حاجه اغطيها بيها تكون على مقاسها، علشان خاطر ايه الحاجه لما بتتغطى بتستوي كلها. يا سلام يا جماعه على الريحه، يا سلام، مش قادره اقول لكم. لا تقولي بقى كباب حله بلحمه، ولا تقولي بقى مش عارفه ايه، لو شميتوا ريحتها مش هتقدروا تستغنوا عنها تاني، حقيقي حقيقي مش بكدب عليكم. هي برضو لسه معايا اهي، انا شغاله فيها.
واسيبها برضو تتغطى تاني. بصوا حبايبي اهي تقريبا كده هي بقى استوت سوا كامل معايا. عايزه اقول لكم لو انتوا حابين هتحطوها على رز، او مثلا تعملوها مع جنب مثلا مكرونه بيضه مثلا اي حاجه، فتسيبوا فيها بقى كميه ميه شويه كده. انما بقى لو انتوا حابين تعملوها بقى فينو مثلا وجنبها بطاطس ومايونيز بقى ترشوها عليها وكده، فاحنا بنحاول ننشفها على قد ما نقدر، او تغمسيها مثلا بعيش بلدي، فانت بتقعدي تنشفيها على قد ما تقدري اهو. بصوا حبايبي بعد ما استوت شكلها بقى جميل ازاي. عايزه اقربها لكم على قد ما اقدر عشان تشوفوا جمالها. والصوص اللي معاها ده ممكن يتحط على الرز، ممكن يتحط على المكرونه، ممكن زي ما قلت لك وعرفتك ان انت تحطيها على كميه، تنشفي الصوص بتاعها خالص علشان خاطر تحطيها في السندوتشات حسب رغبتك اهي. متجانسه والريحه فظيعه، ريحتها جميله جدا، واللحمه اساسا البانيه شكله جميل، ما تحسيش ان هو مهري اهو. بصوا اهو. كان معانا النهارده طبق كده بانيه خفيف لطيف، مش مكلف زي ما قلت لكم، مش مكلف يعني لا بدنيا ولا مكلف ماديا، وانتوا طبعا اهم حاجه ماديا. لو على البدنيا الواحد بيقدر ان هو يضغط على نفسه ويعمل اي حاجه عشان الدنيا تمشي، لكن اكتر حاجه طبعا بتفرق ماديا ان انت لو مش معاكي تجيبي الحاجه دي مش هتقدري تجيبيها، وهتحسي ان ولادك محرومين وعاوزين كل حاجه. فاحنا ممكن بامكانيات بسيطه وبحاجات بسيطه نقدر ان احنا ناكل الولاد، وكلوا شاورما وغيروا نفسيتهم، وما تحرموش من اي اكل، ما تحرموش من اي حاجه اهو. اتمنى حبايبي ان انا اكون افدتكم النهارده، وحتى لو باي حاجه بسيطه، واستمتعتوا بوقتكم معايا واستمتعتوا بالوصفه اللي انا عملتها لكم. ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك وبالشير وتدعموا القناه عشان خاطر نقدر ان احنا نعمل وصفات اكتر تساعد الناس على الغلاء والحياه الغاليه، وتساعد قد ايه الناس ان هم يقدروا ان هم يمشوا ميزانيه بيتهم بطريقه كويسه. ومن حاجات بسيطه نقدر ان احنا نعمل حاجات نمشي بيها حياتنا. يعني ممكن الانسان من حاجه بسيطه يقدر ان هو يعمل حاجه ويمشي بيها حياته. لكن لو كل واحد قال لك لا ده انا عاوز مثلا مبلغ كذا عشان امشي البيت، انا عندي مش عارفه ايه، الحياه مش هتمشي. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا النهارده. ان شاء الله استنوني في فيديو تاني واكلات تانية باذن الله.